السلام عليكم ورحمة الله. ايه الأخبار يا شباب؟ عاملين ايه؟ إن شاء الله تكونوا بخير. هنتكلم النهاردة في موضوع صغير كده، أثار الجدل يعني، وهو التليفون اللي هيطلع عنا. بص، مبدئيا يا شباب، في ناس بتقول لك احنا ليه بنستخدم تليفون أو بنسيب مع أولادنا أو بناتنا التليفون. طبعا خلاص بقى شيء أساسي، ولكن احنا ممكن نقول نعمل ايه عشان نفادي اضرار التليفون، مش ان احنا نمنع التليفون بالشكل اللي هو قطعي، وده طبعا افضل، ولكن لو مش متاح هتعمل ايه؟ وده اللي احنا هنتكلم فيه النهارده. بالنسبه للاولاد باختصار، التليفون ليه يبات مع ابنك اللي هو مثلا عنده 17 18 سنه، ما دام عنده يعني كبير او اقل يعني. اعتقد بعد 17 18 سنه هو قادر ان هو يسيطر على نفسه لو انت موجهه صح باستخدام التليفون. ولكن لو هو اقل من كده، يفضل ان التليفون بعد انتهاء المذاكره هينام، يبقى التليفون يبقى معاك في الاوضه او الغرفه بتاعتك. طب لو انا مش موجود يبقى مع زوجتك. وده مهم جدا للاولاد، ان هو في خلال فترة المذاكرة يستخدم التليفون، يستخدم التكنولوجيا اللي موجودة في التليفون، وبعد ما بيخلص فترة المذاكرة بيسلم التليفون على ان يستلمه بعد صلاة الفجر. طبعا ده لو هو بيصلي الفجر، وطبعا ده شيء اساسي المفروض انت بتصحيه يصلي الفجر، او هي اللي هي زوجتك بتصحيه تصلي الفجر. وده هيكون مع توعية، يعني انت لو وصلت لمرحلة ان لا خلص مذاكرتك وهات التليفون، خلص وقت التصفح بتاعك على التليفون وهات التليفون. انت لو عرفت تعمل كده هتطلع اصلا شاب ناصح وفاهم وواعي جدا جدا جدا. طيب بالنسبة للجزء الثاني وهو البنات نفس القصة. اي تليفون دلوقتي فيه باسورد عشان خصوصياتها، وبتكلم اصحابها البنات و فالباسورد هي انت اسحب الموبايل حطه في درج الكوميدينا عندك، او الزوجة هي اللي تعمل كده. فده لما بتعمل كده انت مش بتشك فيها، ولكن امان. احنا عارفين التليفون فيه اجهزة تصنت، وعارفين ان الشيطان، ودي خطوات الشيطان. النهارده ازيك، بكره الله يسلمك، بكره عامل ايه، بكره 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 بكره، تبص نلاقي نفسنا دخلنا في مشاكل اكبر من المتاح. طيب ده في حالة اصلا ان البنت جايله لك، او ان انت اللي جايب لها التليفون، او انت اللي جايب للواد التليفون. طب التليفون انت مش جايبه، الواد اشتغل وجابه، او البنت دخلت جمعية وجابته، ايا كان الطريقة، طبعا بعلمك او بدون علمك. فبالتالي انت لو عرفت، او المفروض ان هو بعلمك يعني، فانت بتبدأ ان انت تشتغل على ان انت لا حتى لو التليفون دوت بفلوسك، ولكن لازم وقت النوم هو وقت النوم. وده شيء مهم جدا، وانا بتكلم هنا ان 80% من المشاكل بتحصل وقت الخلو بالتليفون اللي هو وقت النوم عامة. فعشان كده احنا بنقول يا عم من الساعة 12 بالليل لحد الساعة 6 الصبح او لحد الفجر التليفون ما يبقاش مع البنات ولا الولاد، كبيرة صغيرة ايا كان. مفيش حق انت نايم عايز التليفون في ايه؟ مين هيبعت لك رسالة؟ الملائكة هتصحى هتبعت لك تصحيك مثلا؟ مفيش الكلام دوت نهائي. مفيش فايدة خالص ان التليفون يفضل في غرفة الاولاد سواء صبيان او بنات بعد ال 12، بعد الساعة 12 يعني. تمام. طيب انا واثق يبقى راقب، يعني انا واثق يبقى اراقب شويه، يعني اهتم بتكلمي مين بيبعت لك، عامله لي باسورد. طب عامله لي باسورد عشان طب ممكن تفتحي لي الماسنجر على تباعدات، يعني مش شرط يوميا، كل اسبوع كل اسبوعين. طيب ايه الحاجه التانية المهمه اللي احنا هنتكلم فيها؟ وهو البنات. خد يا بنت انت هقول لك كلمتين في ودنك كده. مفيش حاجة اسمها أثق في ابن عمي ولا في صاحبي ولا في جيراني ولا من بلدياتي ولا حد زميلي في الجامعة أبعت له رسالة أو يبعت لي رسالة أو أخد رأيه أو أخد. في ملايين الناس إنك تاخد رأيهم بدون طريقة التواصل أصلا. يعني لو أنت في الشارع وقابلت أي عمك ابن عمك في الشارع قدام الناس، أنا عايز رأيك في كذا،
في اي شيء. ده بالنسبه لو انت محتاجه تاخد راي اصلا الجنس الاخر في اي شيء. ولكن الاراء امك، عمتك، خالتك، ستك، جيرانك، ولكن مش بالتليفون. خدي رايك وجها لوجه. انا عايز كذا، خدي كذا، رايي كذا. طب اخد رايي في التليفون؟ لا. اكلمه في التليفون؟ لا. اصل الموضوع ما ينفعش اكلمه في العامه، يبقى موضوع غلط. يعني ما ينفعش تكلميه في الشارع او تكلميها في الشارع، يبقى موضوع غلط. ما اخدش راي بنت او مره على التليفون في اي شيء يخصني شخصيا. فهمت يا ابله؟ تاني حاجه، واحد باعت لك انا بحبك عشان موسم التزاوج اللي هيخش دلوقتي بعد الامتحانات، انا بحبك وعايز اتجوزك. بلوك. اصل انا عايزاه. بلوك. اصل هو ود وحش. بلوك. طب اصل انا متردده. بلوك. ليه يا حبيبتي؟ عشان اي رد انت هترديه انت بتكوني شايفه الجانب الافلاطوني اللي فيه، الجانب الكويس اللي فيه. لما يجي يتقدم لك وانت قلت له تعالى اتقدم، انا موافقه عليك حبيبي، تمام. جه اهلك شافوا الجانب التاني اللي هو معاملاته، اللي هو اهله، اللي هو حالته الماديه انه ينفع اصلا يتجوز او لا. ده كله اهلك راح رفضوا واقنعوكي وانت خلاص اقتنعتي. هو طلع انسان غير سوي، خد الرسالتين ان هو قال لك السلام عليكم وعليكم السلام ونشرها على الفيس. ما نشرهاش على الفيس عشان طلع ود راجل شويه فراح وراها لاصحابه. ففي واحد من ضمن اصحابه اللي هو مناسب ليكي شاف الرساله مش هيتقدم لك. يبقى انت اللي عملتيه ضيعتي المناسب والغير المناسب. فبلاش ايا كان اللي هيتقدم لك. واحده بعتالك رساله بتقول لك انا عايز اخد رايك في فلان، ما تقولوش رايها على التليفون، لما نتقابل نتكلم. طب فلان عايز يتقدم لك، لما نتقابل نتكلم. ولا تاخد رايها في التليفون ولا في رساله، لان الرساله دي ممكن تتاخد سكرين وتتبعت للواد او تتبعت لحد شمال او تتبعت لحد اصلا هيحكي. فانت اريح حاجه اللي يبعت لك رساله سواء واد او بنت في خصوص الخطوبات، اريحي نفسك وبعتي يعني الرسائل او الرد. حتى لو يعني مثلا واحد بعت لك مع صاحبته او اخته، فاختك جت بعتت لك على الماسنجر انا عايزه اكملك عشان اقول لك 1 2 3 في اخويا او في صاحب او في ابن عمي او جيراني. تقول لها لما نتقابل، ولا تزيدي ولا تتكلم. لما تقابلي في الشارع ايه رايك؟ والله انا شايفاه ود كويس، خليه يتقدم. بس يبقى ما اثبتيش ان انت رضيتي. والله يتقدم، اهلك يرفضوا ما يرفضوش، ده حاجه ترجع لهم وربنا يبارك لك. دي اول نقطه. جينا اتخطبنا. بعد سيادتك ما تتخطبي في اسس لازم خطيبك تتعاملي فيها مع خطيبك. ما فيش حاجه فيها حاجه اطلع فيديو مع خطيبي باي شكل من الاشكال. ده محترم، ده مقطع السجاده بتاع الصلاه باي شكل من الاشكال. ما فيش حاجه اطلع فيديو، ده ان كان اصلا المكالمه لابد منها. طيب هتكلم ما اخشش اوضه النوم، يعني ما اخشش على جنب واكلمه على جنب، اكلمه على اهلي عامل ايه اخبارك ايه تمام الحمد لله زي الفل. طب اصل هيقول لي بحب يعني حبك برص، هقول ماشي. حاولي ان يبقى الكلام مقتصر جدا جدا جدا، وحاولي ان ما تطولش المكالمه، وحاولي ما يطولش المكالمه وانتوا في خلوه، يعني انت في اوضه وهو في اوضه. حاولوا ما يطولش المكالمه بينكم لانها تطول في الغلط. ده عن تجربه كل الناس، يعني ما فيش حد اجمع ان في مكالمه طولت عن ساعه او ساعتين يوميا او كل اسبوع وما كانش فيها غلط. هيبقى فيها غلط. فانت حاولي، وادينا بنقول لك يعني احنا بنبلغك من دلوقتي ما تطولش المكالمه. ما فيش حاجه اسمها مكالمه فيديو بين 2 مخطوبين، ما فيش الكلام ده باي شكل من الاشكال. لما يكتب كتابك اعملي اللي انت عايزاه، تمام. واخيرا وليس اخيرا عشان نبقى جبنا الموضوع من اوله لاخره، ليله العمر. مفيش حاجه اسمها ليله العمر في ليله الجواز. يعني بتتجوز بليله العمر وبتصرف ملايين ودم قلبك، وفي الاخر بتروح بتجروا على المحاكم. فمفيش حاجه اسمها ليله العمر ليله الزواج. ليله الزواج دي هي ليله زواج عادي جدا. ليله العمر دي ليله الجدر. ليله العمر دي لما تقيم الليل كله، يعني دي ليله العمر اللي تاخد فيها حسنات كتير.
طيب فانت هتعمل ايه؟ اولا اول حاجه حاول سيادتك ان انت تبعد عن اي حاجه منكرات. ما تطلعش تهرتل وتقول انا قال وقيل وبص الاقيك بتشرب خمره انت واللي معاك. بلاش نقول اللي اكتر من كده. فانت حاول ان انت ليله العمر دي تحافظ على نفسك بيها، وربنا يغفر لينا. في ناس كتيره اتجوزت وفي ناس كتيره يعني، ولكن للاسف يعني حاول اللي حاول واللي ما قدرش. فاحنا بنقول للي جاي ليله العمر بتاعتك حاول ان هي تكون بلا ذنوب، بلا ذنوب. مش هقول لك هتجيب مين وما تجيبش مين، ولكن ما هو اعظم من القران حتى تنفر منه. يعني ايه هو اللي اعظم من القران عشان تجيبه في ليله عمرك زي ما انت بتقول؟ مفيش اعظم من القران. بتنفر ليه من القران؟ اصلا هنقعد زي يا عم مين اللي جاب؟ انت لما تخش اوضه النوم بخليك بقى وريني رجولتك في الرقص والبتاع واللي انت بتحتفل بيه ده كله. يعني انت تهدر نفسك وفي الاخر تقول لي مش عارف ايه. فانت يعني استهدى بالله، وحاول ان ليله العمر بتاعتك تكون ليله فيها طاعه. دي ليله الحنه. ليله الدخله بلاش ابوس ودانكو، بلاش قاع، بلاش قاع. تيجي تشكي من المهر غالي، سيادتك انت صارف 30,000 على القاعه. تيجي تشكي من المهر غالي، سيادتك انت صارف لك يجي 20-30,000 40,000 في ليله الحنه. طب ما تجيب بيهم دهب يا عم، ادفع بيهم المهر. ما انت عندك 100,000 بتصرفها في الفاضيه. اصل السرو، ما في السرو بلدنا ده قله ادب. فانت سيادتك بلاش قاع. الحاجه التانيه والاهم، انت دافع في الكوافير 20,000 جنيه ولا 15,000 جنيه ولا 10,000 جنيه، وجايب لها فستان ايجار ومش عارف ايه، ومحنتفالك كل حاجه في وشها. ده سيادتك ليك. انا جاي لك الفرح، انا واقف في الفرح اتفرج عليها ليه؟ انت عارضها لي ليه؟ عارضها للحريم ليه؟ مفيش الكلام ده. احنا بنقول احنا مرجله، والمرجله والنخوه والكلام ده كله، وصاحب صاحبه وراجل راجله. ودي سيادتك بتصورها لي ليه؟ يعني بتوريها لي ليه؟ بتوريها للناس ليه؟ انت دافع، هي متزينه ليك انت. خدها جوه يا عم وبعد كده وتمتع بالفلوس اللي انت دفعتها. قال لا، لازم الناس تشوفها في القاعه، ولازم نجيب عربيه مكشوفه عشان الناس تتفرج عليها، ولازم مش عارف ايه انا بالنسبه للسيشن انا مش شايف فيه اعتراض. يفضل ان السيشن يكون واحده ست، يعني اللي هتصور واحده ست لو متوفر. لو مش متوفر يبقى شاب وتصور، تاخد عروستك من الكوافير تروح تتصور في السيشن وتروح على بيتك، ووريني بقى تعبك كله بقى. انت بتقول انا لازم انحر نفسي في الرقص. انحر نفسك بقى لما تخش اوضه النوم وربنا يرزقك بالذريه الصالحه. وريني مجهودك يعني، فرحك. افرح انت وهي بقى. انت مش دافع دم قلبك عشان تفرح انت وهي ولا عشان تفرح الناس؟ مش تفرح انت وهي. واهلك هيفرحوا لما هدوان سرك، واهلك هيفرحوا لما تخلص فرحك وما عليكش 100,000 150,000. اهلك هيفرحوا جدا والله. فانت باختصار يعني الفيديو طول، ولكن باختصار يعني يصلح حالنا وحالكم. حاول تنجز الموضوع ده زي ما احنا حكينا. تليفون يا جماعة، ثم التليفون ثم التليفون ثم التليفون. الأفراح ثم الأفراح ثم الأفراح ثم الأفراح. في الآخر السلام عليكم، وربنا يغفر تقصيرنا ويعيننا مع بعض إن شاء الله.